لسه ياما ونشوف. اتفضل في الصالون. كرفان. اتفضل كرفان اخويا ده. كرفاني المتواضع. اول حاجه بقى عايز اعرف الكرفان بيمثل لك ايه؟ لنفسي انا مايلستون، اول مره اخش اصور في لوكيشن وقالوا لي كرفانك. كلمه كرفانك دي حسيت ان انا ايه ده، احنا كبرنا ولا ايه؟ ففكره ان انا بقى عندي كرفان دي في حد ذاتها كانت مايلستون بالنسبه لي. واسمك يبقى مكتوب بره. بس مش مكتوب النهارده، ما اعرفش ليه. النهارده. ايه البريك المفضل بتاعك؟ اكتر حاجه مره طلبتها كانت موزه. انا جعان جدا دلوقتي. كانت موزه كده وجايب جنبيها نص كيلو مشكل. انا بقي ابتدى يريل كده مع شويه رز بالخلطه. جوعتني. هو ده البريك. منور كامل عادة بلس. ثانك يو لودا. يا سيفو بقى خلاص، انا مش هتكلم مع يوسف، انا هتكلم مع سيف. عايز اعرف بقى علاقه سيف بفريده. الجرين فلاجز يس. في ما بينهم تسامح. حاسس ان البني ادم يسامح دي مش سهله، وحاسس ان دي حاجه المفروض تبقى ريزد اكتر في علاقات، ان مش من اول غلطه ممكن نقول. والريد فلاجز. الريد فلاجز بقى الكذب، عدم الثقه في الشخص اللي قدامك. هذا بالنسبه لي ده ريد فلاج. ايه الحاجه اللي بتخليك تفقد الثقه من شخص؟ لا، هو انا عمري ما هفقد ثقه غير لو الشخص اللي قدامي عمل حاجه، حصل حاجه متوقع يجي يقول لي وريجاردلس اوف الرياكشن بتاعي، خبى عليا حاجه مش من حقي اعرفها، لا حاجه من حقي اعرفها وما قاليش عليها. مفهمني حاجه كدب عليا، ده في حد ذاته بالنسبه لي ده انا هفقد ثقتي فيك، ان انت بعد كده هتقولي اي حاجه مش هصدقك، هشك فيك على طول. هي للاسف هي مش من موقف، هي هتبقى من تقريبا كذا موقف هيترقموا على بعض، هبتدي افقد الثقه. بتسامح؟ انا ربنا بس اللي بيسامح يا جماعه. لا بس انا ما بحبش اعاتب اللي قدامي خالص كده. بس لو حاجه جت عليا قوي هسامح اللي قدامي، بس مش شرط ان احنا نكمل مع بعض كاصحاب كعلاقه او whatever. يعني هسامحك لان ربنا مش عايز غير ان احنا نبقى مبسوطين ومسامحين بعض، لان ده احنا الواحد مش عايش كتير يعني. جيرانك في الكرفان، انا جاي لقيت كذا باص بقى في كل حته، هنا وهنا مش عارف ايه. مين اكتر الناس بقى بيعملوا جو في جو الكرفانات؟ انا شايف شنطه مالك. مالك انا عايز اقول لك ان انا ومالك وحمزه قاعدين النهارده مع بعض في الكرفان، عشان احنا مشاهدنا زي ما انت شايف كل واحد جايب شنطه على ظهره. فمالك وحمزه وانا في الكرفان بتبقى جنان. نقعد نعمل فيديوهات وتيك توك ونضرب في بعض، واحمد جمال سعيد يخش يضرب فينا احنا شويه، ناكل مع بعض. لينا طبعا بتيجي تقعد تاكل معانا، وجاسي. الجروب حلو، الشباب دي اخواتي الصغيره، لان انا ما عنديش اخوات في الحقيقه، فانا باجي بحس ان انا بلاقي نفسي مع الجيل ده. الجمهور بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو ممكن تعبر عن اللوف ستوري اللي ما بينكم هتكون باغنيه ايه؟ قصاد عيني تن تن في كل مكان، قصاد عيني تن تن في كل مكان. السيزن ده هيبقى جديد قوي عليكم. لو انت يا سيفو اخدت الكرفان ده معاك في وسط الصحراء، مين الشخص اللي هتاخده معاك وايه الحاجه اللي هتاخدها معاك في الكرفان؟ هقول لك هاخد ايه بالظبط وليه. يوم في الصحراء هاخد واحد صاحبي اسمه عمرو، وبعدين احنا الاتنين بنحب المزيكا قوي. هاخد معايا حاجتين، لابتوب والبيانو بتاعي، ونقعد نعمل مزيكا في الصحراء. ومن التصوير بقى لينا، انا ولينا قعدتنا بتبقى نار ونقير، توم وجيري. بره التصوير فريده وسيف عاملين ازاي؟ يا نهار ابيض، اختي الصغيره بجد بتحكي لي فعلا عن مثلا مشاكلها، او بتبقى عايزه رايي في حاجه، دايما بحاول اساعدها على قد ما اقدر. هي بتحب الغنى جدا، نفسها تغني، صوتها حلو. طب ما كلمتنيش على الجانب الاخر بقى، اللي هم استاذ شريف سلامه طبعا، دينا الشربيني، بدرة، انا محظوظ بطريقه غير عاديه ان انا مثلت كوميديا شريف سلامه، بروفيشناليزم شريف سلامه ودينا الشربيني واستاذه ميمي جمال واستاذه ألفت امام. يعني انا المسلسل ده حقق احلامي ان انا امثل مع عمالقه، يعني معانا كميه ناس اتعلمت منها كتير، وتعلمت منه كتير قوي. لا تحفه. انت بتحب الكوره؟ هنعمل من كامل العدد فرقه 4 جول. هاخد معايا الواد حمزه، لعيب كوره جامد قوي. هناخد معانا استاذ عمرو فاروق الدي او بي. ممكن ناخد لينا او جيسيكا يديستراكت اللعيبه اللي قدامنا، ننزلهم بقى اللي هو هاي لينا كده، فاهم؟ فهم يلخموهم واحنا نروح نجيب الهجمه. ممكن ناخد حد معانا رابع
الواد مالك. لا مالك بقى باك رايت. الواد مالك حرام صعب علينا برضه. بس لا ينزل هيكسر في العيال. معاك بجد كان قلبي طيب ما قلتش انا غير حاضر وطيب وانت باقي عود في الهوا. ترى كل سنه بقى وانت طيب.